لازم المهارات جنب المذاكره. علشان كده فتلاقي معظم الامهات مركزه قوي ذاكر ذاكر ذاكر، وبعدين بتبدا كمان تستخدم كلام يعني غير بناء خالص بالمره، فهي بتحطم في اولادها اكتر ما بتبني فيهم حاجه. طب المهارات دي ازاي؟ انا اشوف هو بيحب ايه، بيعرف يعمل ايه، اعلمه حقيقي الكلام ده مش كلام نظري، اعلمه نجاره، اعلمه لغه زياده لو هو عايز، اعلمه حرفه، اعلمه اي حاجه. لان خلي بالك احيانا بيبقى جزء من الهيلينج النفسي او التشافي النفسي بيتم للابناء وهم بيعملوا حاجه بيحبوها، حتى لو كان ماسك شاكوش وبيدقدق في شويه في خشب وشويه مسامير، حتى لو كان عمال يتني في اسلاك ويعمل. صدقيني الممارسه دي لوحدها تمثل تشافي للشخص اللي بيقوم بيها طالما هي حاجه بيحبها. خليني اقول يعني انا دلوقتي لو انا شايفه ابني مش بيحب المذاكره بس هو بيحب هوايه او رياضه معينه، ما احاولش احط ان ده قصاد ده، لان بيحصل ايه بقى؟ طب يا حبيبي انت مش هتذاكر، طب اللعبه اللي انت مش هتروح النادي، مش هتلعب كوره، مش هتعمل كذا عشان انا بعاقبك. اكبر غلط هو لا هتحرميني ده وبرضه مش هيذاكر. بس ما ينفعش ان انا يعني ابين له ان انا دي نقطه ضعفي او ان انا يعني استخدم ده كسلاح، ما ينفعش. لازم اعلمه ان انا فاصله ما بين كذا وكذا وكذا.